تفتكر انك تكون المنقذ المنتظر واللاعب اللي الكل مستني منه المعجزة ده يخليك تلمس السما، ولا ممكن يكون هو الحبل اللي هيلف حوالين موهبتك لحد ما يخنقها زي حالة الفرنسي بول بوجبا؟ طب هل تفتكر ان الموهبة اللي هزت العالم ممكن تتبخر في لحظة زي حالة ماريو جودزي؟ طب تفتكر ان النجومية اللي بتوصلك لقمة العالم بين ليلة وضحاها كفيلة انها تحميك من السقوط في بئر النسيان، ولا ممكن بريق النادي الملكي يعمي عينك ويحولك لمجرد ذكرى على دكة البدلة زي حالة المونديالي خميس رودريجيز؟ البداية هتكون مع أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، اللاعب اللي اليونايتد باعه ببلاش ورجع اشتراه ب 105 مليون يورو، وكلام هنا على الأخطبوط الفرنسي بول بوجبا. بعد ما إدارة اليونايتد تخلت عن بول بوجبا ما كانش قدامه غير اختيار السيدة العجوز. في يوفنتوس بوجبا ما كانش مجرد لاعب خط وسط، ده كان لاعب موسيقي بيعزف في الملعب، تسديداته الصاروخية وتمريراته الخيالية وشخصيته اللي خلت الكل يقول عليه انه خليفة زيدان. بوجبا مع اليوفي بيفوز ب4 دوري ايطالي ووصل لنهائي دوري ابطال اوروبا، وكان هو القطعة الناقصة اللي مانشستر يونايتد مستعد يدفع فيها الغالي والنفيس عشان يسترده. وبوجبا اخيرا رجع للأولد ترافورد وتعامل معاملة الملوك، التقديم بتاعه كان تاريخي والكل استبشر فيه خير، وفعلا قدم لمحات سحرية وكان ركيزة أساسية في فوز فرنسا بمونديال 2018. وفي اللحظة دي بوجبا كان في قمة الهرم، لكن فجأة كل حاجة بدأت تنهار. بوجبا انشغل بقصات شعره أكتر ما انشغل بمستواه داخل الملعب، دخل في صراعات مع المدربين زي جوزيه مورينيو، وبقت الإصابات هي ضيفه الدائم. عشان كده قرر يهرب من اليونايتد ويرجع تاني لليوفي، بس اللي ما كانش يعرفه إن انتقاله ده هو بداية النهاية. الإصابات كترت عليه وقضية ابتزاز عيلته ليه دمرته نفسيا، وفي الاخر اخذ الصدمه الكبرى، ايقاف 3 سنين بسبب المنشطات. دلوقتي السؤال ليكم، من وجهه نظرك هل بوجبا هو اللي ظلم موهبته بالاستهتار؟ مستني اشوف رايكم في الكومنتات. اللاعب التاني معانا هو اللي ساب الجنه عشان يطارد حلمه في مسرح الاحلام، لكنه اكتشف متاخر ان الاحلام ممكن تتحول لكابوس. وكلامي هنا على الموهبه الانجليزيه جادون سانشو ما كانش مجرد لاعب جناح، ده كان ماكينه صناعه اهداف. في بروسيا دورتموند الارقام كانت مرعبه، لاعب جناح بيسجل ويصنع اكتر من 30 هدف في الموسم وهو لسه ما كملش ال20 سنه. سرعه ومهاره خلت الكبار في اوروبا يتصارعوا عليه، بس اليونايتد بيكون هو سعيد الحظ، والصفقه بتتم مقابل 85 مليون يورو. الصفقه صنفت وقتها انها ضربه معلم، وسانشو دخل الاولد ترافورد وهو اغلى موهبه في العالم. لكن اللي حصل كان صدمه للكل. سانشو نسخه اليونايتد كانت نسخه باهته جدا من نسخه دورتموند. سانشو فقد مكانه الاساسي ودخل في خلافات علنيه مع المدرب إيريك تين هاج، وتم اتهامه انه غير ملتزم في التدريبات، ونتيجه الكلام ده كله كان انه تم استبعاده من الفريق الاول. وفي الاخر سانشو بيروح اعاره لدورتموند كمحاوله اخيره لانقاذ ما يمكن انقاذه، لكن للاسف اللي اتكسر ما بيتصلحش. اللاعب الثالث معانا هو اللي سجل اغلى هدف في تاريخ المانيا الحديث، الفتى الذهبي ماريو جودزي. ماريو كان دلوعة الكرة الألمانية في بروسيا دورتموند تحت ايد يورجن كلوب. ماريو كان بيلعب كرة ممتعة وسهلة، موهبته الفطرية خلت بايرن ميونخ ما يهداش غير لما يخطفه، والكل كان متوقع ان انتقاله للبايرن هيخليه يسيطر على الكرة الذهبية لسنين قدام. في 2014 جودزي بيدخل التاريخ من اوسع ابوابه، نزل بديل في نهائي كاس العالم قدام الارجنتين وسجل هدف الفوز في الدقيقة 113، يعني في الوقت القاتل. في اللحظة دي ماريو كان ملك العالم وبقى بطل قومي في ألمانيا وهو لسه عنده 20 سنة بس على ما يبدو إن مفيش قمة أعلى من كده ممكن اللاعب يوصل لها. الصعود الصاروخي ده قبل هبوط اضطراري مرعب في بايرن ميونخ ما قدرش يحجز مكانة أساسية في تشكيلة بيب جوارديولا، والأسوأ إن جسمه بدأ يخونه، إصابات عضلية متكررة وغريبة لحد ما تم اكتشاف الصدمة الكبرى. ماريو بيعاني من مرض في التمثيل الغذائي، والمرض بيأثر على عضلاته وطاقته. المرض ده خلاه يفقد سرعته وبريقه تماما، وحتى لما حاول يرجع لدورتموند تاني ولف في أندية تانية زي ايندهوفن وفرانكفورت برضه فشل. وعلى ما يبدو إن السوبر ماريو بتاع زمان مات إكلينيكيا بعد ما ساب دورتموند في المرة الأولى. اللاعب الرابع معانا هو صاحب أجمل أهداف مونديال البرازيل، اللاعب اللي خلى بريز يدفع فيه 80 مليون يورو عشان يضمه للجلاكتيكوس. معايا ومعاكم الكولومبي خميس رودريجيز. خميس بدأت رحلته في أوروبا بهدوء مع نادي بورتو وموناكو، لكن الانفجار الحقيقي كان في كأس العالم 2014. خميس ما كانش بس هداف البطولة، ده كان فنان بيسجل أهداف سينمائية لدرجة إن الريال دفع فيه 80 مليون يورو وهو مغمض
عشان يكون هو النجم رقم 10 الجديد بعد رحيل مسعود أوزيل. أول موسم لخميس رودريجيز مع الريال كان مثالي، سجل وصنع وقدم مستويات خلت الجمهور يظن إنهم قدام خليفة زين الدين زيدان. الجماهير كانت بتعشقه وتيشيرتاته اتباعت بالملايين، وكان يعتبر واحد من أفضل صناع اللعب في العالم بدون منازع. لكن الكابوس بدأ لما زيدان مسك تدريب الفريق. زيزو كان بيعتمد على خطة 4-3-3 اللي ما فيهاش مكان لصانع لعب كلاسيكي زي خميس، وفجأة النجم اللي كان العالم كله بيتكلم عنه لقى نفسه حبيس للدكة، وبدأت رحلة التوهان بإعارته لبايرن ميونخ، وبعدين رجع للريال، وبعدها بينتقل لنادي ايفرتون. ثم الصدمة الكبرى، خميس بينتقل للدوري القطري في سن صغير، وبعدها لليونان وللبرازيل، وفشل انه يحجز مكان اساسي في اي منظومة تكتيكية حديثة، وكأن موهبته لسه محبوسة في سنة 2014